السلام عليكم، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. هنعمل النهاردة مع بعض لحمة ضاني بالخضار. طبعا أنا حضرت معايا 2 كيلو من اللحمة الضاني ديت غنية جدا بالحديد، عشان كده هي مفيدة جدا في رفع الهيموجلوبين في الدم. كمان بتحافظ على صحة الأعصاب والعضلات لأنها بتحتوي على نسبة عالية من فيتامين بي 12 والزنك. كمان حضرت معايا 6 طماطمات كده أو 7 طماطميات غنية بحمض الفوليك، ومعايا بصل بيقوي المناعة، وفلفل أخضر مضاد للأكسدة وغني بالألياف وفيتامين A، وطبعا التوم لازم مع اللحمة الضاني توم. ومعايا نص فنجان من الخل، وزيت فنجان زيت كده، يستحسن ان هو يبقى زيت زيتون طبعا، وصوص الباربيكيو. وحضرت التوابل بتاعتي بقى اللي هي عبارة عن معلقتين من الملح، وزعتر غني بالبوتاسيوم والمعادن زي الحديد والكالسيوم والمنجنيز، عشان كده هو مفيد لصحة العظام. ومعايا كركم مضاد للأكسدة بيحسن وظائف الدماغ، والبابريكا غنية بفيتامين A و E و B6، والفلفل الأسمر بيكسر الكوليسترول الزائد في الأوعية الدموية، والشطة عشان نعلي الحرق. وكمان معايا عسل نحل عشان يساعدنا كده في التسوية ويحافظ على طعم اللحمة بتاعتي. هضرب الحاجات دي كلها بقى في الخلاط، الطماطم والفلفل والثوم، وهضيف لهم التوابل بتاعتي، وهضيف لهم الزيت والتوابل والخل. كل الحاجات ديت انا هحطها بقى في الخلاط واضربها مع بعض مع معلقه من العسل. طبعا زي ما قلنا كده العسل بيخلي الحاجه تستوي بسرعه وبيحافظ على طعم ومذاق اللحمه او اي حاجه بحطها بتبلها فيه. كده بالشكل ده كل الحاجات انا هضربها في بعضها في الخلاط. وصوص الباربيكيو برضو هحط معلقتين كده، حوالي معلقتين، انا بالنظر كده ببقى عارفه المعلقتين فبحطهم، ما بقعدش بقى عاير بالشكل ده كده. ومعلقتين من العسل برضو كده. انا بحب العسل في تتبيله الضاني بالذات وتتبيله اللحمه عموما، يعني بصراحه بيخلي طعم اللحمه كده عامله زي البطاطا، بيخليها وهي بسويها في الفرن بتبقى عامله زي ريحه البطاطا كده وريحتها جميله. دي الخلطه بتاعتي بقى بعد ما ضربتها في الخلاط بالشكل ده، التتبيله كده جاهزه بالتوابل وكل حاجه. هبدا اتبل اللحمه بقى لوحدها الاول كده. والله هي عايزه تتبلي الحاجات دي من بالليل بتبقى جميله جدا، تتبلي اللحمه والصبح تتبلي الخضار ماشي. عايزه تتبليها قبلها بساعتين مفيش مشكله، هي كل ما تقعد في التتبيله بتبقى جميله قوي بصراحه. انا خدت شويه من التتبيله بتاعتي دي خليتها على جنب. هتبل الاول اللحمه بتاعتي دي في جزء منها ريش وجزء من الفخده، فانا مقطعه كله على بعضه كده. وهتبل بقى اللحمه كلها كده ببعضها بالشكل ده كده. طبعا ريحه التتبيله دي خطيره خطيره، والعسل مخليها جميله قوي بصراحه. والزعتر بقى في التتبيلات بيدي ريحة جميلة جدا، الزعتر مفيد قوي وجميل بصراحة، وريحته خطيرة في الأكل. ما بيبقاش غريب جدا عن باقي التوابل ولا كده، لا بالعكس والله بيخلي ريحة الحاجة جميلة جدا. وطبعا المفيد كله معادن، فأنا بحبه بفضله في تتبيلات حاجات كتيرة. الزعتر والنعناع من الحاجات اللي بتميز أكلك جدا. تبلت بقى كده بالشكل ده اللحمة بتاعتي في علبة، وهقفل العلبة بقى واحطها في التلاجة. انا تبلتها قبلها بساعتين بصراحة، كنت مستعجلة فمعرفتش ابيتها في التلاجة كده بالشكل ده. هي طبعا كل ما بتقعد في التتبيلة بتبقى احلى واحلى كمان، بس على حسب الوقت والظروف كده. دي اللحمة كده اتبلت بالشكل ده. هتبل بقى الخضار بتاعي، هجيب بقى الخضار بتاعي اللي انا مجهزاه، وهبدأ اتبله برضو بباقي التتبيلة اللي انا عينتها على جنب. انا معايا كوسه وجزر وبطاطس وفلفل الوان. طبعا الكوسه بتحافظ على القلب ومستويات السكر في الدم، والجزر غني بفيتامين اي وبيحافظ على العين، والبطاطس غنيه بالبوتاسيوم والبروتين والمغنيسيوم، والفلفل الالوان بينظم الهضم وبيزيل السموم وبيخفض الكوليسترول، وكمان غني بالبوتاسيوم. هتبل بقى الخضار بتاعي ده كله بباقي التتبيله اللي معايا بالشكل ده كده. هحطهم في علبه برضو واتبلهم واسيبهم الساعتين جنب اللحمه كده، كله يتبل بقى ساعتين. احط الخضار بتاعي كده، انا مقطعاه طويل كده يعني من باب التغيير بالشكل دوت. عايزه الخضار كده يبقى استفاد من المعادن والفيتامينات اللي موجوده فيه، مش عايزه اقطعه صغير، وفي نفس الوقت بيديني شكل حلو، وبرصه رصه معينه كده في الصينيه اللي انا هعمل فيها اللحمه والخضار، فبيبقى المنظر العام جميل بصراحه، والطعم كمان جميل. في اللي بيحب الكوسه يلاقي الكوسه زي ما هي، اللي بيحب الجزر، اللي بيحب البطاطس، اللي ما بيحبش كده، يبقى الحاجات كلها ايه، كل واحد عارف هو هياكل ايه. الحاجات زهرة احط عليه التتبيلة بقى بالشكل دوت
واتبل الخضار. كان عندي اطفال وحبوا الوصفه بصراحه، وكلوا اللحمه الضاني، مع ان في ناس كتير ما بتفضلش اللحمه الضاني من الناس اللي جت عندي، بس اكلوها وحبوها. ده الخضار بقى اتبل بالشكل ده كده. برضو هسيبه ساعتين بقى مع اللحمه، سبتهم ساعتين في التلاجة بالشكل ده، الخضار واللحمه الاتنين مع بعض اهما. وهغطيهم بقى واسيبهم ساعتين كده، وبعد ساعتين هجهزهم بقى للشوي في الفرن. هرص الخضار بقى، واحدة من البطاطس، واحدة من الكوسة، واحدة من الجزر جنب بعض كده، وقطعة من اللحمة، وهكذا. هرص كده رص، واحدة من كل حاجة وجنبهم قطعة من اللحمة، واحدة من كل حاجة عشان تدي شكل حلو كده، والصينية يبقى شكلها شيك في العزومة أو في الأكلة، وتفتح النفس، يبقى شكل وطعم وريحة بالشكل ده كده. أنا الكمية بتاعتي عملت صينيتين، عملت يعني الصينية أخدت كيلو من اللحمة والخضار بتاعي ده. الخضار بقى على حسب الكمية المتاحة كده بالشكل ده. بصراحة ما خدتش مني وقت، وما كانش فيه ريحة زفارة خالص للحمة الضاني، بالعكس الريحة كانت جميلة خالص وقلب البيت. وبصراحة اللحمة ما بتاخدش تسوية، لما بحط لها العسل مع الخل ما بتاخدش تسوية كتير. يعني انا سبتها في الفرن حوالي ساعة ونص، ساعة ونص. الفرن عندي مش عالي قوي، واستوت بسرعة ما شاء الله. كانت خطيرة وجميلة بصراحة، وانجزت معايا جدا في التسوية. ما ضفتلهاش مية ولا اي حاجة خالص، هي التتبيلة كده بالشكل ده. الصينية بتاعتي بقت جاهزة كده، دي الصينية الاولى. هبدأ بقى اغلفها بالفويل، اغلفها كويس بالفويل عشان تستوي. دول الصينيتين اهم جاهزين ما شاء الله. وما تبقى من التتبيلة انا رشيته على الوش كده عشان اللحمة تتحمر كده مع الخضار، هي تستوي بقى ببعضها. الخضار ده كله ما بياخدش تسوية برضو، واللحمة الضاني ما بتاخدش تسوية مع الخل والملح. هغلفهم كويس بالفويل. وطريقة التسوية بقى، انا هحط الصينية بتاعتي على الرف الاوسط كده في الفرن، وهولع الرف، هخليه تحت، انزل الرف كده شويه، مش هخليه في الوسط عشان ما يبقاش قريب من الشوايه. وهولع الشوايه وهولع الفرن ده، لان انا عندي الفرن مش غاز، الغاز مش طبيعي، فدرجه الحراره ما تبقاش عاليه قوي. لكن لو في غاز طبيعي هنولع من تحت بس. وقبل التسويه كده بنص ساعه هولع بقى من فوق كمان. وممكن لو حسيت ان الوش اللحمه ما خدش لون احمر كده في الاخر، هشيل الفويل واسيبها 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير تاخد اللون المحمر، على حسب برضو بتحبوا تاكلوها ازاي، متحمره وعايزينها ناشفه شويه ماشي، عايزينها مستويه بس، الاتنين على حسب الرغبه يعني. فانا غلفت كده وهوريكم الرف كنت حاطاه فين بالظبط. هوريكم طريقه التسويه دلوقتي. كده حطيتها في الفرن بالشكل ده، بالشكل ده كده. الرف خليته تحت شويه والشوايه مفتوحه والفرن مفتوح كده. انا كنت على اعلى درجه حراره، انا كنت عامله عندي عشان الفرن بتاعي بطيء شويه في النار. ده شايفين بقى بعد ما طلعت واستوت بعد ساعه ونص، البطاطس مستويه خالص مهريه، واللحمه كانت دايبه دوب. بصراحه ما خدتش وقت في التسويه، خطيره. شايفين، هي طبعا اللحمه الضاني بيبقى يعني فيها عظم كتير، عشان كده بتبقى طعمها خطير ورائع بصراحه. شايفين نازله ازاي الشوكة، نزلت اللحمة دايبة دوب. هي طبعا سخنة مولعة خالص، فمش عارفة اعملها بايدي، بس بصراحة اللحمة دايبة خطيرة، وريحتها كانت جميلة بالشكل ده كده. والاطفال الصغيرين اكلوها بصراحة، كانت دايبة وحبوها جدا وحبوا الخضار بالشكل ده. بقى شكل الوصفة بتاعتنا. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.